السلام عليكم. النهاردة أنا طالع أتكلم في موضوع يمكن مفيش ناس كتير اتكلمت فيه قبل كده، وعشان كده أنا جاي أفكركم بيه النهاردة وبأهميته. الموضوع ده هو التطوع. أكيد كلنا عارفين إن معنى كلمة تطوع بشكل عام هو تقديم خدمة معينة أيا كان نوع الخدمة إيه للمجتمع أو لأفراد معينة في المجتمع. والتطوع ليه صور كتيرة، منها الأعمال الخيرية أو المبادرات المجتمعية أو مساعدة ناس معينة محتاجين مساعدة حتى لو بخدمات بسيطة. ورغم انك ممكن تشارك في خدمات بسيطة، ولكن برضه هتسيب أثر كبير في نفوس الناس الغلابة واللي محتاجين مساعدة بجد. وعشان تبقى فاهم الصورة الكاملة للتطوع، وعشان ما يكونش عندك وجهة نظر غلط بانك مجرد انك تعمل عمل تطوعي مجاني بدون مقابل، واللي هو انت شايف انك بتضيع وقتك على الفاضي، في الحالة دي لازم اقولك لا، احب اقولك انك فعليا انت برضه بتستفيد، ولكن اللي بتستفيده هنا هو كل ما هو معنوي عشان نبقى متفقين. يعني مثلا أول حاجة بتستفيدها هي تحقيق ذاتك، وده من خلال تقديم نفسك للمجتمع اللي انت عايش فيه، زي ما قلنا عن طريق المشاركة في الأعمال التطوعية أو المبادرات المجتمعية وما إلى ذلك. ودي وسيلة بتدي الواحد فرصة بأنه ينخرط أكتر مع المجتمع اللي عايش فيه. ومنها برضو الواحد هيستفيد من ناحية أنه هيتعرف على طبقات المجتمع المختلفة اللي عايش معاهم في نفس المحافظة أو نفس القرية، فيقدر الشخص يبني كيانه ومكانته في المجتمع ويثبت وجوده كشخص فعال ومفيد في المجتمع برضه. وده هيديك طبعا شعور بالانتماء والمسؤولية ناحية المجتمع اللي انت عايش فيه، بانك لازم تفيد الناس اللي حواليك عشان تسيب اثر ايجابي في المجتمع اللي انت عايش فيه وسمعة كويسة تعيش بيها. تاني حاجة بتستفيدها من التطوع هي ان ثقتك في نفسك بتزيد من خلال انك مثلا بتقدم افكار او مقترحات ممكن تساعد في تطوير المجتمع من خلال العمل التطوعي. ثالث حاجة هي تقوية مهارات التواصل بيننا، وده احسن بكتير من ان احنا نتواصل عن طريق كلام مكتوب في الشات او شوية ايموجيز اللي هي تعبيرات الوش على الواتس او الفيس، اللي هو وش بيضحك، وش بيكشر، وش متفاجئ، وش بيحتفل. ازاي؟ المفروض دي معاملات بشرية نعملها في وش بعض مش ورا الشاشات. دي نقطة. النقطة الرابعة أو يعني رابع حاجة ممكن تستفيدها من المشاركة في التطوع هو إن هيبقى قدامك فرصة إنك تعمل علاقات كتيرة ومفيدة، وده هيساعدك في إنك هتتعلم مهارات جديدة وهتشاركوا أفكار بعض واهتمامات بعض أنت وزمايلك المتطوعين، وأكيد هتلاقوا ناس شبهكم في طريقة التفكير والاهتمامات، وده كله هيولد خبرة متبادلة بيننا. مش بعيد كمان العلاقات دي تفيدك في اختيار وظيفتك في المستقبل. وصايا خامس حاجة ممكن تستفيدها من المشاركة في التطوع هو إنك ممكن تنمي المهارات القيادية اللي عندك لو أنت بتحب إنك تقود الناس وكده، وده بكل بساطة ممكن يأهلك في المستقبل إنك ممكن تعمل أعمال تطوعية بشكل فردي أنت تكون قائدها. سادس حاجة هتستفيدها من المشاركة في التطوع هو التخلص من أي اكتئاب أو طاقة سلبية، وده هيحصل من خلال إنك أكيد هتتعرف على ناس إيجابية ومحفزين، فانت هتاخد الطاقة الإيجابية اللي تساعدك على الإبداع والإنتاجية، فتفكيرك هيتطور وهيتغير للأحسن، وبكده هيبقى فيه سلام نفسي جواك وهتقدر تكمل الحياة بشكل طبيعي وسليم، وبالتالي هتلاقي نفسك بعدت عن أي عادات سلبية كنت بتعملها قبل كده. وخليك عارف برضو إن التطوع ده وسيلة ممكن تستخدمها عشان تقرب بيها لربنا، وده أكيد هينعكس على حياتك بالتوفيق طول ما انت بتعمل خير زي ده. فآخر حاجة عايز أقولها لكم يا أخوانا هي إن لو رؤيتكم الموضوع التطوع ده متركز على فكرة إنكم بتضيعوا وقت وخلاص، فلا والله انتوا هتستفيدوا أكتر من الناس اللي مجرد إنكم هتتطوعوا عليهم بمبلغ مالي معين مثلا، وده بالنسبة له استفادة محدودة، اللي هو هيصرف الفلوس اللي خدها منك دي على إيه؟ على أكل وشرب ولبس مثلا، وخلاص كده الموضوع خلص بالنسبة له. أما أنت بكون إنك كونت خبرات كويسة واكتسبت أفكار جديدة ممكن تطبقها في حياتك، فدي أكيد استفادة مستدامة هتعيش معاك بقية حياتك كلها. كل اللي اتعلمته أثناء الأعمال التطوعية هينفعك في مواقف معينة، هينفعك في شغل وسفر وعلاقات، في كل حاجة. فبالله عليكم ما تستقلوا بالموضوع ده، وأنا عن نفسي هبدأ بنفسي. وبما اني هبدأ بنفسي فأي حد يشوف الفيديو ده من أسوان يا ريت لو يعرف يدلني على أي أعمال خيرية أو مبادرات تطوعية بتحصل في أسوان يا ريت يقول لي، لأني بكل بساطة عايش في أسوان وأنا حابب أشارك في موضوع زي ده، لأني بجد نفسي أكون جزء من أعمال خيرية ضخمة بتتعمل في بلدي.
مش مجرد أعمال خيرية بس، ولكن أتمنى إنها تكون أعمال خيرية ضخمة. بس ده كان موضوعنا النهاردة. وعايز أقول لك برضو إن مش كل الأعمال الخيرية والمبادرات التطوعية بتحصل كل يوم. أنا اللي كل قصدي أقوله إنك لو فاضي ما تسيبش نفسك فاضي، شارك في أي أعمال تطوعية قريبة منك، صدقني هتستفيد وهتفيد. بس دي رسالتي من خلال الفيديو ده. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله مع فيديو جديد وفكرة جديدة. السلام عليكم.